Il y a des journaux qui existent depuis 40 ans. من وقت سي مولود حمروش الله يذكره بخير. À qui on doit la pluralité de la presse. Hein 33 ans. المراحل اللي مرت عليها البلاد خلت البصمات تاعها في كل المؤسسات. y compris في العائلة تاع الإعلام. Bon, maintenant, c'est pas ماشي نخلو ننساو كل شيء، non. faut toujours se rappeler واش كانت البلاد باش نعرف كيفاش راها اليوم. Mais il faut aller de l'avant, il faut créer, il faut ceci. Je suis d'accord معاك. اليوم اتفاقيات. اليوم il faut de grandes écoles de formation. ويعرفوا بلي الجزائر الهدف تاعها هو التنمية والأخوة اللي ندولو، ماهيش نتاع جوساسة ولا نتاع كذا ولا نتاع كذا. احنا التنمية هذه تكون على حساب الطلب نتاعهم، مش احنا نفرض نفسنا. اللي يقول لك انا ما ديرليش المستوصف دير لي 2 فوراج ولا 3 فوراج في القرية الفلانية القرية الفلانية، مرحبا بك. إذا التنمية هذه هي كيفاش تشوفوها؟ هذه بالنسبة للمليار دولار ممكن يعني تصرف مياه، ممكن أغلبها هي الصحة والماء والتعليم. أغلبها تروح في الصحة والماء والتعليم أغلبها. وفي التعليم حتى في الصحة لما لا، الأطباء تاعنا لهم يمشوا لأوروبا يعني نجندوهم يمشوا يخدموا تما ويخدموا بالعملة الصعبة، ما غاديش يخدم إلا بالدينار هنا. فيه راه يعالج في المواطنين في كذا ولا في نيامي ولا في كذا وخالص. هذه بالنسبة للتنمية. صوت إفريقيا كان ضروري باش تكون الجزائر صوتها مسموع. درنا هذا الصندوق وربما نصرفوهم، ربما ما نصرفوهمش، ربما نصرفوا أكثر. السفر إلى المغرب والشغف لزيارة المغرب والتصرفات تاع الأشقاء المغاربة مع الجزائريين لما يكونوا ضيوف عندهم، نفس الشيء بالنسبة للإنسان المحلل النزيه. لما انتصرت الجزائر في كأس إفريقيا كان نفس تصرف للشعب المغربي نفس تصرف الشعب الجزائري بالأعلام الجزائرية 1 2 3، حتى في الأحياء الشعبية، حتى في الرباط، في الدار البيضاء، في وجدة، في الناظور، في كل الأماكن. يعني هذا يعطيك بالليل الشعوب قريبة لبعضها. الحدود الحدود تغلقت كرد فعل، ما خلقناهاش، وكانت مرة ثانية اللي تستغلق. والحدود هذه تغلقت المرة الثانية كانت مؤلمة جدا أكثر من المرة الأولى. وكان فيه لقاء ثلاثي بين المرحومين في 3، الرئيس الشاذلي والملك جلالة الملك رحمه الله طيب ثرى حسن الثاني والملك فهد رحمه الله وطريقه. تلاقاو قبل ما نفتح الحدود مرة ثانية. قال شاذلي بالحرف الواحد قال أنا أخاف أن هذه الحدود تغلق مرة ثانية وتكون مؤلمة جدا بالنسبة للعلاقات. توعدوا على أساس أن ملف الصحراء الغربية يبقى بين أيدي الأمم المتحدة والاتحاد الإفريقي ومنظمة الوحدة الإفريقية آنذاك، والأخوة ترجع والتبادل التجاري يرجع وإلى آخره. نهاية احنا الظرف كان سيء جدا أن تتهم الجزائر بالإرهاب في وقت اللي دولة أوروبية جعلت كل الجزائريين إرهابيين وغلقت علينا الأجواء، ولا طائرة أوروبية تجي للجزائر. الجزائريين لما يوصلوا لأوروبا ينظر لهم بالمجهر كأنهم فيهم سمة من سمات الإرهابيين إلى آخره. تجي دولة شقيقة تتهمك بالإرهاب وتغلق وتدير لك تأشيرة. هذه من الأسباب اللي تكلموا عليها مطولا يوم من الأيام، ولكن احنا ما عندناش ضغين، احنا عندنا دائما رد فعل صح يكون في بعض الأحيان غير متوازن مع الفعل بحد ذاته، ولكن أنا أعتقد أن امتداد تونس هي الجزائر، امتداد الجزائر هي المغرب، امتداد الجزائر والمغرب هي موريتانيا.
امتداد تونس والجزائر ومصر هي ليبيا. احنا نأمن بهذه المواقف. فضلا إذا كنت لست حاسد لا تنسى الإعجاب بهذا الفيديو ومشاركة هذا الفيديو لأننا نعطيكم الإفادة. فضلا إذا كنت لست حاسد لا تنسى الإعجاب بهذا الفيديو ومشاركة هذا الفيديو لأننا نعطيكم الإفادة. فضلا إذا كنت لست حاسد لا تنسى الإعجاب بهذا الفيديو ومشاركة هذا الفيديو لأننا نعطيكم الإفادة.